عندك مشكل مع المغرب، عندك مشكل مع مالي، عندك مشكل مع النيجر، عندك مشكل مع ليبيا على الأقل في الشق الحدودي، باقي لك تونس. وعلى البحر عشنا فصول من أزمات لسنا ندري هل ستنتهي أم لا، مع فرنسا ومع إسبانيا. ما كانش واحد يقول له من المسؤول. الجزائر تستأنف أو تتأسف عفوا تأييد أمريكا موقفها المنحاز للمغرب في النزاع مع الصحراء الغربية. ترامب يدوس على الشرعية الدولية، والجزائر تؤكد ثبات الموقف الأممي، وواشنطن في مواجهة القوانين الدولية. أنتم كنتوا عارفين الموضوع بأن العلاقات الدولية رمال متحركة أم لا؟ أنت لما تكون عندك علاقة مع تونس في أبهى حلتها أو في أبهى عصرها كما تقول، أنت راك تقول. لكن أنت كرئيس وزير خارجية ورئيس الدبلوماسية راك تقول لنا باللي يودي الأمور، هذا اعتراف باللي الأمور الإقليمية والجوار راهي ماشي مليح. هذه نتائج حكمكم 6 سنوات. احنا لما نقارنوا كلام عطاف مع الاهداف اللي كنا نشوفوها تاع الدبلوماسيه، تركوا راه المشكل. لما قلت نراجعوا العلاقات الثنائيه ومتعدده الاطراف كواحد من التزامات تبون، كيفاه كي راجعتوها دخلت في بعضها ولا كيفاش؟ لما قلت انه سنجدد او سندفع بالدبلوماسيه الاقتصاديه الهجوميه، وين وصلت الدبلوماسيه الاقتصاديه الهجوميه؟ لما تكلمتوا على الاشعاع الثقافي والديني، وين؟ لانك انت اليوم عطاف يعني يصف وضع الجزائر الذي يعني اوصلها، الوضع الذي اوصلها اليه نظام الحكم. انت الان حدودك كلها عندك مشكل مع المغرب، عندك مشكل مع مالي، عندك مشكل مع النيجر، عندك مشكل مع ليبيا على الأقل في الشق الحدودي، باقي لك تونس. وعلى البحر عشنا فصول من أزمات لسنا ندري هل ستنتهي أم لا، مع فرنسا ومع إسبانيا. ما كانش واحد يقول له من المسؤول، من المسؤول. لأنه لما نسمع هذا الكلام قال ربما شي جميل انكم اعترفتوا بأن هذا هو الوضع، لأنكم كنتم تنكرون هذا لفترات. وعلاش وصلنا لهذا الوضع؟ هل ما كنتم تقولونه للشعب الجزائري سابقا كان بناء على خطة عمل وكنتم تملكون الأدوات، أم أنكم كنتم فقط تبعون الوهم؟ وفي لحظة الحقيقة انكشف بأنه في النهاية بقات غير تونس وعندها علاقات في أبهى حلتها مع الجزائر، وتونس قيس سعيد. خلونا نشوفوا مثلا تبون في اللحظات اللي كان يوهم الجزائريين بأننا فعلا عندنا دبلوماسية قوية. مثلا في القضية أخبار الوطن، الجريدة الثانية اللي معنا اليوم، جريدة أخبار الوطن ركزت على الجزائر تستأنف أو تتأسف عفوا تأييد أمريكا موقفها المنحاز للمغرب في النزاع مع الصحراء الغربية. ترامب يدوس على الشرعية الدولية، والجزائر تؤكد ثبات الموقف الأممي، وواشنطن في مواجهة القوانين الدولية. طبعا الإعلام ترامب يدوس على الشرعية الدولية، طبعا ترامب يدوس علل الشرعية الدولية في قضايا كثيرة، لكن اللافت أن الإعلام كان يعني سلك نفس السلوك لبيان الخارجية، كان هادئا في تعاون في معالجته لهذا الموضوع، لأنه الموضوع يتعلق بأمريكا. وكل تقريبا وسائل الإعلام التي تمكنا من الاطلاع عليها راحت في مقاربة أن أمريكا ستصطدم بالشرعية الدولية التي تتمسك بها الجزائر على أرض الواقع. هل هذا ممكن؟ هل أمريكا ليست لديها سوابق في كسر قضايا أو في كسر مقترحات أو قرارات الشرعية الدولية؟ هل سيكون فيه سلوك آخر للسلطة في الجزائر عدا البيان
الحنين، يعني ما كانش بشكل حدي مع مقارنة ببيانات سابقة. في تقديري الوسائل الإعلام التي عالجت الموضوع هذا عالجته على نفس مستوى بيان وزارة الخارجية. لماذا لم تسأل الوسائل الإعلام هذه وزارة الخارجية أو تعمل مقارنات بين سلوك السلطة تجاه إسبانيا واتجاه فرنسا وتقارنه مع السلوك تجاه أمريكا؟ لماذا لم تستشرف أو لم تسأل الأسئلة الخاصة بكيف تجرأت بين قوسين الولايات المتحدة الأمريكية على عدم يعني أخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الأممية؟ هل هو تحدي أم أن الأمر على مستوى الأرض؟ يعني ما دام أمريكا قوة فلها أن تتبنى. طبعا التحاليل مختلفة في هذه النقاط، لكن يطبعها أو تطبعها حالة يعني الحديث عن أمريكا بشيء من خلينا نسموه خوف أو دي أمريكا يا ناس كما قال أحدهم. الحوار جاءت وعنونت عادت إلى قضية الموقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء الغربية، وطبعا لا اجتهاد بل الجزائر تأسف لموقف واشنطن تجاه الصحراء الغربية. كثير من المراقبين يعني قال لك تأسف هو مستوى احتجاج دبلوماسي منخفض. هل ستكون بيانات أخرى؟ هل ستكون في سلوكات دبلوماسية للسلطة في الجزائر؟ ما مصير التحالف الاستراتيجي الذي بشر به تبون ذات مرة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكان وزير الخارجية جيدون، عفوا مش جيدون الله يرحمه، بوقادوم، كان تكلم على أنه أفقنا مع أمريكا في التعاون هي السماء، وفي قضية الصحراء الغربية يعني الموضوع لم ربما القضية طارت فيها السماء، لكن ما فيش نقاش جدي للأسف حول هذا الموضوع. لأنه هل خلاص الإعلام في الجزائر تعود على أنه بارومتر ما يكتبه مقترن بما يصدر من بيانات رسمية. إذا صدر بيان رسمي حاد يعني يعتبروه إشارة لإطلاق أقلامهم في الكتابة، عدا ذلك يحتاطوا ربما. ولكن كان موضوعها الآخر أشارت إلى تحديات أمنية متزايدة في المحيط الإقليمي، وعادت إلى افتتاحية مجلة الجيش التي تحدثت عن العمل دون هوادة لاكتساب القوة العسكرية الرادعة. طبعا مجلة الجيش قد نعود إلى بعض تفاصيلها في الحلقات المقبلة. مجلة الجيش يبدو أنها مش عارف يعني تغرد خارج السرب، تتحدث عن أمور أو تنقل خطابات سياسية على أساس أن القوة الرادعة العسكرية في حالة تطور وما إلى ذلك. لكن هل الأحداث الدولية المتحركة نجابهها فقط بتعداد القوة العسكرية، أم أن القوة الشاملة تشمل أيضا الدبلوماسية والسياسة الداخلية ومدى علاقة السلطة الحاكمة بشعبها؟ لأنه اللحمة الوطنية أيضا أصبحت شعارا سياسيا. طبعا أعود إلى الحوار وأذكر بأنه الحوار لم تفوت الحديث عن تكوين جبهة إعلامية قوية بحسب وزير الإعلام لمواجهة الحملات الأجنبية المغرضة. وزير الإعلام أيضا لا يزال يعني غارق في الجبهة الوطنية هذه. وقتاش يديرها قال لنا بعد رمضان. كيفاش راح تكون الجبهة الوطنية هذه؟ كيف سيكون سلوك الإعلام بعد ما تتشكل الجبهة الوطنية اللي وعد بها وزير الاتصال؟ هل سيستمر في منطق الغلق اللي موجود الآن ووجود رئاسة تحرير واحدة وخط تحرير واحد، أم أن الجماعة سيقتنعون بأن قوة الإعلام في تحرره من قيود السلطة؟ طبعا الأمل في هذا الجانب ضئيل، لكن نبقى وإحنا نخليه السؤال ونشوف. أفريكا نيوز الموضوع الرئيسي بالنسبة لها كان حوار مع رئيس وزراء مالي الأسبق وزعيم حزب يليما المعارض موسى مارا الذي عملت مع حوار. والعنوان الرئيسي المشكل الأمني محض في مالي حسب رواية السلطات الانتقالية، تنظيم انتخابات سينهي الأزمة. طبعا هذه وجهة نظر بأن القضية ليست قضية أمنية
فقط، وإنما الجانب السياسي يلعب دور. لكن يحسب صراحة لجريدة أفريكان نيوز أنها تعمل حوارات مع مسؤولين أو سابقين أو فاعلين في مالي. آخر جريدة أعتقد معنا هي جريدة الموعد. جريدة الموعد طبعا عادت إلى ما قالته مجلة الجيش، ولو أنه مجلة الجيش لم تتصدر أغلب العناوين اليوم، ربما ستتصدرها غدا لأنه كان في أحداث دبلوماسية بالموازاة. عادت ونقلت عن مجلة الجيش: الجزائر المنتصرة تخطو خطوات عملاقة نحو التطور والتنمية الشاملة. والله مرات بصراحة الجزائر المنتصرة يا جماعة دوك لازم نتفاهموا على حاجة. ثم مجلة الجيش مجلة رسمية، اسمع التسمية الرسمية للجزائر هي الجزائر، الجمهورية الشعبية الديمقراطية، الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، واختصارا نقولوا الجزائر، دولة الجزائر. ترك انتم حبيتوا تضيفوا لها المنتصرة بالسيف. منتصرة شعار سياسي لمن يحكم الآن. حضرك نعاود نقولوا المنطق سوق الفلاح، قال الجزائر لمن يخدمها والشعارات وما إلى ذلك. على الأقل أنتم مجلة الجيش لما تتكلموا على الجزائر تتكلموا على الجزائر، لأنه يقدر يقول لك الجزائر المنتصرة هذه معناتها أنتم كانت في جزائر خاسرة ومؤسسة الجيش لم تتغير. ما جاتش الجزائر المنتصرة هذه عملت جيش جديد ودخلت في منطق جديد فرجاء، يعني كنت جزء من الجزائر الخاسرة بناء على منطق الجزائر المنتصرة. على الأقل احتفظوا بأنه الجزائر سيدي نستعملوا المصطلح العام اللي يقول لك فخامة الاسم تكفيس. علاش الجزائر المنتصرة؟ العهدة السابقة الجزائر الجديدة، الآن الجزائر المنتصرة. هذا شعار سياسي. أنتم كمجلة جيش مجلة وطنية تابعة لكل الشعب، هناك من تبنى شعار المنتصرة من أنصار تبون، وهم بحسب الأرقام التي سربت من هنا ومن هناك على بعض وسائل الإعلام أنه كانت 10%. سيدي سيدي نقولوا على خذوا الأرقام الرسمية، 40% مشاو مع الجزائر المنتصرة، شعار الجزائر المنتصرة، لكن 100% مع الجزائر، فعلى الأقل اعتمدوا شعار الجزائر. أما الحديث على أنها تخطو خطوات عملاقة نحو التطور والتنمية الشاملة، نصيحة الوحيدة روحوا بالعقل يا جماعة. لكن الموضوع الرئيسي للموعد اليومي طبعا عاد إلى زيارة وزير الخارجية عطاف إلى تونس، والذي صرح. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون المقطع قمنا الإعجاب ديالكم. ما تنساوش دعمونا بالإعجاب، كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا لجديد القناة أول بأول. وما تنساوش تدخلوا الآراء ديالكم والاستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم أسفل الفيديو في قناة التعليقات حول ما قاله الإعلام الجزائري المعارض عن تخبطات النظام الجزائري، خاصة بعد اعتراف أمريكا وتأكيدها على دعمها لمقترح الحكم الذاتي للمملكة المغربية، وكذلك الدخول الجزائر في صراع مع دول الجوار التي جعلها تعيش عزلة كبيرة. كذلك أخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم.